كتير بنسمع في الحياة اللي احنا عايشين فيها دي عن خلافات زوجية كتيرة جدا، وان الراجل مش عايز يتحمل المسؤولية ابدا. وحتى لو لا قدر الله حصل ما بينهم خلاف وحصل لا قدر الله بعد الشر انفصال، هتلاقيه ان هو مش عايز يديها حقوقها، مش عايز بيهددها دايما بولادها، وتلاقي تعاملات كده مفيش ليها يعني معنى للإنسانية ولا معنى للكرامة ولا معنى للرجولة ولا اي حاجة خالص من الحاجات دي. الاساس كان ايه؟ الاساس ان الشخص ده اساسا ما قدرش ان هو يتحمل المسؤوليه من صغره، اساسه ان هو اتربى بطريقه غلط، اتربى بطريقه عدوانيه، بطريقه فيها منتهى الانانيه. علشان كده هو مش قادر يحافظ على اولاد الناس، ده لدرجه ان هو اساسا مش قادر يحافظ على اولاده، بيرمي ولاده ولا بيسال ولا بيعاتب ولا بيصرف ولا بيعمل اي حاجه. طب بذمتك انت بيجيلك قلب ان انت تحط راسك على المخده وان حضرتك ان انت تنام وتعيش حياتك وانت سايب ولادك كده مرميين، ولا سايب مراتك ولا حاجه بصراحه في منتهى القسوه؟ ليه؟ عشان ما تربش من صغره ان هو يتحمل المسؤوليه. لازم يتربى ان هو يبقى راجل، يبقى جدع، يعرف يتعامل مع المسؤوليات ازاي. انا بقى ده دوري كأم ان انا من ولادي وهم صغيرين، واللهم الاعتراض في كل المشاكل اللي احنا بنشوفها، ربنا ما يكتبش ابدا علينا ولا على اي على حبايبنا اي حاجه وحشه. انا دوري كأم ان انا ولادي وهم صغيرين احملهم المسؤوليه.